يا صباح الفل، يا صباح الهنا يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وبألف هنا وألف صحة يا رب إن شاء الله بإذن الله. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، دورة الفراخ البلدي النهارده معانا دي لهم تاني يوم. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله الفرخ خد على المكان اهوت. زي ما انتم شايفين امبارح ساعة ما انا كنت لسه منزلاهم كانوا كاشين كده وقاعدين في جنب، كانوا لسه ما خدوش على المكان وكده. ومن ناحية تانية يعني كبرت اللمبة شوية، حشت الوناسة وحطيت لهم لمبة زي ما انتم شايفين كده، لأن درجة الحرارة كانت نازلة بالليل أوي، كان الجو بارد أوي. فبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده الفرخة عاد رايح وجاي في البوكس اهوت. ومن ناحية تانية بقى المية بعسل اللي كنت انا حطاها لهم امبارح اول ما جوا، شلتها وحطيت لهم الوقت النهارده اهو. اول يوم هيبقى للدواء الاستقبال، دواء كده استقبال بيبقى يديهولك اللي انت جايبه منه الفراخ، بقعد عليهم او بقعد معاهم 3 ايام. 3 ايام بالظبط تسيب قدامهم اللي هو الدواء الاستقبال ده اهو. دي بيبقى زي يعني استقبالهم اللي هم يبقى يديلهم مناعه، مثلا يبقى مغيرين مكان من مكان، يعني انت بتبقى لسه جايبهم بقى ومحطوطين في المكان اولك شيء. ومن ناحيه تانية اللي هو بيبقى يعني زي ما يكون مخلي الفرخ ياخد ويدي كده في الاكل ويفتح نفسه على الاكل. فيه يعني هي خلطه على بعضها كده. اللي هو الاستقبال دي بيبقى خلطه على بعضها كده، يخلي الفرخ معاك يستقبل الاكل وياكل ويشرب معاكي كده. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، شويه فراخ زي العسل. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله كده، وتبقى دوره الخير علينا وعليكم يا رب ان شاء الله باذن الله. امبارح زي ما انتوا كنتوا عارفين، اول ما حطيت لهم معلقه عسل في رتل ميه، سبت قدامهم 8 ساعات من غير علف، ما حطيت لهمش علف. بعد ما استقبلتهم على الميه بعسل حطيت لهم بقى العلف بعدها كده يجي بساعه ولا حاجه. زي ما انتم شايفين بقى الفراخ بسم الله ما شاء الله هتبتدي النهارده في دواء الاستقبال ده، ويفضل معاهم 3 ايام بالظبط. نفض بقى معاكي حاجه مثلا بعد ال3 ايام عادي مش مشكله، بس هو عاطينا على قد الكميه، يعني هو بيشوف الكميه اللي هو عطالك قد ايه من الفراخ، بيبقى حاطط لك على قد ايه، لان دايما دواء الاستقبال بيبقى 3 ايام. كنت معاكي عايز ان انت تاخدي بالك منه في درجه الحراره. لقيت الجو ساقع زي ما انا قلت لكم، الجو ما بيسقع بالليل، بيبقى عايز درجه حراره حلوه، الفرخ ما يسقعش معاكي ابدا، لان الفرخ لا قدر الله لو سوى معاكي يتعبك اخر تعب. دايما الفرخ تبقى درجه الحراره بتاعته مظبوطه، بسم الله ما شاء الله يمشي معاكي ويبقى زي العسل. الشمس النهارده بسم الله ما شاء الله زي العسل. ضمان اي دوره فراخ معاكي ان كانت بلدي او كانت بيضه، هو اسبوع التحضير بتاعهم دي. يعني اسبوع التحضير ان كان بسم الله ما شاء الله مظبطه كده درجه الحراره، ومظبطه الحته تحتهم والفرشه ومظبطه لهم الحته كده، بيساعدوكوا طول الدوره، ما بتعبوكيش. فاهم حاجه التحضير بتاع الفرخ اول اسبوع. دايما الفراخ البشار بتبقى ضعيفه كده في الاول، بس بسم الله ما شاء الله كل يعني يوم عن يوم بتلاقي الفرخ كبر معاكي، بقى صحته حلوه، بيبقى باين عليه الاكل. لان هي ديت الفراخ البشار دي زي ما انا قلت لكم، ما سالت عليها قال لك ده انضف فرخ واحسن فرخ، وتجيبه وانت مغمضه. يعني بيبقى في ناس تستصغره وتقول لك لا انا اجيب الفرخ فاير شويه او كبير شويه، لا قال لك العكس خالص، الفرخ الضعيف معاك دي هو مش ضعيف ولا حاجه، دي بشار بيبقى لسه طالع، ما قعدش في المعمل ولا، يعني بيبقى لسه طالع بشار، ده عليك على طول. دايما على طول لما تكوني منزله كتاكيت صغيره تحط لهم في طبق كده زي دي، ليه؟ عشان ياخدوا على الاكل. تحط لهمش العلافه الا بعد مثلا اسبوع، بعد 5 ايام. ليه؟ لان الفرخ ما بيبقاش واخد على العلافه، او يعني مش واخد على الاكل غير لما بكون في طبق واسع قدامه كده. اما انا بقى كل ما بكبر معاكي بعد 5 6 ايام لازم تحط لهم في علافه، عشان ما يبعتروش معاكي، يبعتروا وسط النشاره او وسط التبن او كده. فلا،
5 ايام ولا حاجه كده اهوت، بتقوم ايه حاطاه في علافه بقى تحافظ على شويه العلف. بس لازم في الاول كده ياخدوا على العلف كده، ياخدوا يدوا على العلف كده. فتحت لهم ايه الباب، الشمس داخله عليهم حلوه اهي. بس ما بقى ايه ما بسيبوش طول النهار يعني الباب، لان هم لسه انتوا عارفين هم لسه صغيرين وجايين وكده. يعني يا دوبك عم بعلفهم كده واظبطهم كده بقوم قافله عليهم بقى. من الفراخ التانية بسم الله ما شاء الله، دورتنا دورة الفراخ البيضة، بفتح عليهم من ساعة ما الشمس بتطلع كده الاقي الشمس حلوة، بفتح عليهم طول النهار. من الفرخ بدام لسه منزلاه لازم ايه، حتى لو الشمس طالعة يكون برضو مقفل عليه، ممكن يكون نسمة هوا ولا حاجة، فلازم تعظيمة الفرخ دي اهم حاجة زي ما انا قلت لك. الشمس النهارده زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله زي العسل النهارده، والجو جميل اهو. ربنا يسترها يا رب، كنا سامعين اللي الجو هيقلب كده، ربنا يسترها. احنا يعتبر النهارده 1 اذار، مش عارفه 1 ولا 2. همشير عدى على خير والله، كان زي العسل. احنا كنا خايفين منه، بس بسم الله ما شاء الله هو سقع في الاول شويه، بس عدى على خير الحمد لله والشكر لله. يا رب تكون الفيديوهات بتاعتي خفيفه عليكم، ما كنتش بتقل عليكم، وتكونوا بتستفادوا منها اي حاجه. زي ما أنا قلت لكم القناه بتاعتي دهيت مخصوصه لتربيه الطيور، علشان تربي طيور بكل سهوله، من غير تعقيد، من غير اي حاجه ما تقلقك خالص، بابسط حاجه باسهل حاجه. عدين يعني ايه، لعبه كده بتلعبيها، بس اهم حاجه بتاخدي بالك منها وبتعملي اللي عليك، ربنا بيرضيكي فيها. والحيوانه عندك او الطيور عندك في البيت خير. بتزنقي في حاجه بتبيعي وبتصرفي، بتبقي عايزه مثلا تذبحي، بتلاقي انت عارفه الحاجات غاليه دلوقتي، ممكن يجي عليك يوم ما معكيش حق تجيبي فرخه او تجيبي بطه او اي حاجه، الحاجه بتطلع زي مصاريف اكلهم بيطلع زي مصاريف، بس بتلاقي حاجه تحت ايدك في البيت. ربنا يجعل بيتنا بيوتنا كلها عمرنا يا رب بالخير يا رب. وتبقى الحاجه موجوده. هتقولوا العلف غالي والحاجات غالي، يعني بتعدي الحمد لله والشكر لله، ربنا بعدها مادام ناويه خير، ومادام الواحد متوكل على ربنا، ربنا ان شاء الله باذن الله يعني ايه بقف جنب الواحد، ما بخسرناش، مادام احنا شايفين المصلحه اللي في ايدنا بنعملها بضمير، واحوالنا واخدين بالنا منه وبنتعب معاه شويه لغايه ما ربنا يكرمنا فيه، كل تعبنا دي بيجي على فايده ان شاء الله باذن الله. وبتعوضي بقى، لان الحيوان انت عارفين غالي، بتجيب العلف غالي وبتجيب الكتكوت غالي، بس لو بعت منه حاجه بتبيعها بالغالي برضه. ولو ما بعتيش وعلى قد اكلك برضه بتوفري غير ما بتجيبي من بره، بتشتري من بره. لان انت عمرك ما هتشتري لما يكون اللي بصاحب محل بيحط نسبه لنفسه، وبتاع مزرعه بيحط نسبه لنفسه، فدايما عما بيوصل لك بتكون الحاجه غاليه. ما انت لو مربيه ببيتك مش هيبقى زي من بره، ومربيه بقى عارفه انت مأكلهم ايه عاملاهم ايه، تبقى الحاجه متربيه تربيه زي العسل تحت ايدك. فدي كان يومي معاكم النهارده حبيب قلبي، ودي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده مع دورة الفراخ البلدي. دي النهارده تاني يوم لهم. ان شاء الله باذن الله انتظروا كل يوم فيديو كده لغايه ما نطلعها دوره خير وهنا عليكم وعلينا يا رب ان شاء الله باذن الله مع بعض، زي ما انا معوداكم نبتدي اي دوره مع بعض وننهاها مع بعض على خير. ودي كان يومي معاكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.